لو محتارة تطبخي ايه النهاردة وزهقتي من كل الطرق التقليدية للبطاطس، النهاردة هنعمل البطاطس بطريقة سهلة وبسيطة وطعمة وجديدة وهتبهرك وهتبهر الولاد، وكمان حتى لو عندك عزومة هتبقى جميلة جدا في العزومات. هنعملها النهاردة بطريقة صيامي، وممكن كمان هقولكوا ازاي تعملوها باللحمة المفرومة، سهلة خالص. يلا نشوف الطريقة مع بعض، بس ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجة هجيب عندي حوالي 1.5 كيلو من البطاطس، اللي هي بتكون مقاسها متوسط وصغيرة كده زي ما انتوا شايفين في الفيديو، وبتبقى طويلة كده شوية، نلاقيها كده طويلة شوية وعشان تنفع للمحشي. بعد كده بقشرها وبغسلها طبعا، وببتدي بالمقورة بتاعة الكوسة او البتنجان وبقورها كده، مش عايزاها تبقى متقورة فاضية خالص. انا اهم حاجة عندي هنا برضو انها تبقى فيها نسبة كبيرة من البطاطس. بعد كده بجيب عندي المية وبغطيها بمية وملح عشان ما تسودش. برضو الجزء اللي بيطلع منها اللي هو احنا مقورينه بنحط له برضو شوية مية وشوية من الملح. بعد كده بقى بجهز الحشو، عبارة عن كوباية من الفول الصويا وبنقعها في كوباية مية مغلية. اجهز بقى عندي معلقة من الزيت، وببتدي احمر عندي هنا البطاطس اللي انا قورتها، يا دوبك بس تاخد لون كده. طب انا حطيت لها هنا اللي ملون ده طبعا البابريكا، حطيت لها ملح وفلفل وبابريكا وتوم باودر بصل باودر، حاجة خفيفة خالص بس عشان تساعد انها تاخد اللون اللي هو الذهبي. البابريكا بتدي لون وبتدي كمان طعم جميل جدا، بتديلها نكهة لذيذة. بعد كده بقى عندي هنا ببتدي اقلبها لغاية ما تاخد اللون الذهبي، وبحط بقية الكمية التانية. طبعا هي احنا مش محتاجين انها تستوي، يا دوبك بس تاخد لون، هي كده كده هتدخل الفرن تاني وهتستوي، فمش محتاجين انها تستوي. بعد كده بطلعها، بعمل بقى كمان التقلية بتاعة أو الحشوة، عبارة عن بصلاية كبيرة، وبعدين بنزل بمرقة من الخضار بتديها طعم ومهمة جدا هنا. بضيف كمان عندي هنا الفول الصويا، بصفيه من المية اللي انا عملتها، بحط بقى ملح وفلفل بابريكا توم باودر بصل باودر، وعندي كده الحشوة كده جاهزة. هبتدي بقى البطاطس اللي انا قورتلها بعمل لها برضو تقلية بصلاية برضو، وبعدين شرايح من التوم وبقلبها كويس. شرايح التوم بقى برضو بتدي طعم تحفة بجد، طبعا اليومين دول بقى التوم الجديد طالع. بضيف بقى كمان معلقتين كبار من هريسة الشطة اللي احنا عملناها، مديها طعم تحفة بجد. وطبعا دي برضو حوالي 3 معالق كبيرة من الصلصة، وانا برضو اللي مفرزاها. بضيف عندي بقى هنا البطاطس اللي انا قورتها. انا قلت ان احنا طبعا مش هنرمي البطاطس وهنستفاد بيها، حطيت هنا مرقة خضار برضو معاها، وبزودها بشوية من المية لغاية، وبسيبها بقى على البوتاجاز لغاية ما تتسبك عندي. طبعا بنضيف الملح وفلفل وبابريكا وبسيبها لغاية ما تستوي. ضفت بقى شوية حوالي مغرفتين من البطاطس اللي انا سويتها، وببتدي احشي البطاطس بالحشوة الفول الصويا. وممكن زي ما انا قلتلكوا لو احنا عايزينها فطاري بنحشيها بمعصج اللحمة. بعد كده غطيتها بالفويل ودخلتها الفرن حوالي نص ساعة، وكانت استوت وبقت تحفة كده زي ما انتوا شايفينها، مستوية وطعمها خطير. ممكن نقدمها كده زي ما هي كده محشي، وممكن كمان زي ما انا زي ما انتوا شايفينها كده بقطعها قطع كده وتتقدم بقى مع الاطباق مع السلطة، تحفة جدا. ممكن تاكليها مع مكرونات مع بطاطس مع رز. ممكن تتاكل سندوتشات خطيرة بجد، هتعجبكم جدا وتحفة، وتنفع في الضيوف، شكلها جميل وقيم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير. باي باي.